توقعات وأمنيات الإعلام الجزائري هو أن منتخب البرازيل غادي يفوز على المنتخب المغربي بسداسية نظيفة، وكنتمناو إن شاء الله هذا الإعلام وهذا الجمهور الجزائري يشجعوا في المقابلات الجاية منتخب اسكتلندا ومنتخب هايتي. إن شاء الله غير شجعوهم، زيدوا شجعوهم، النتيجة راه كتخرج من عكسها إن شاء الله. تشوف البرازيل المغرب يلا مقارنة ولا نتيجة؟ أعطيني نتيجة، من ترشح؟ نتيجة المنتخب البرازيلي نرشحو يفوز بسداسية نظيفة. سداسية مباشرة. محمد السادس السداسية عنده نية باش ولا عنده إمكانية باش يقدر يفوز، لأنه المباراة الأولى معيارية نوعا. درابو تاع الجزائر يعني راك تفول النهائي راح يجمع ان شاء الله البرازيل مع الجزائر في كأس العالم 2026. ديما لو الجزائر تفوز بثلاثية ان شاء الله حمار كي يسجل فيها محرز. وين؟ محرز ونستي ثلاثية ان شاء الله في نهائي كأس العالم 2026 يسجل محرز. مكاش مستحيل في كرة القدم، لا يوجد مستحيل. السؤال وانا معليش انا بدوري نبوزي لك سؤال. نتايا كمواطن جزائري مناصر المنتخب الوطني قبل ما تكون محلل في القناة او صحافي صح، اي لقاءين اللي دينا فيهم دي زونسينيومون اللي يساعدوا المنتخب الوطني باش يتطور؟ اتفضل. بارك الله فيك. ربحنا علاش؟ ربحنا 1-0 وقتاش دار مقدمة مليحة عجبتني. قال مباراة هولندا معيارية وليست تجريبية. صح هذا. وهذه البارح معيار تجريبية، يخليها تجريبية تطبيقية براهين سميها كيما تحب. انت عندك النظرة تاعك، انا تلزم رايك. فوالا انا شفتها انه هذه المباراة كانت مهمة للمنتخب الوطني سواء في تجربة. علاش مع الله هولندا شحال جربنا ملاعب، شحال دخلنا 7 ولا 8 هكذا. نفس الشيء مع بوليفيا. لا هبس. لا اسمح لي، شوف ابك عيب نقارن هولندا مع بوليفيا. ما راكش فاهمني في حاجه. لازم نكون فاهمني حاجه، ما يهمش المستوى المنافس. عشيه المونديال اعطاهم كاع 45 دقيقه في الرجلين ما عدا اللاعبين. تشوف البرازيل المغرب يلا مقارنة ولا نتيجة؟ أعطيني نتيجة، من ترشح؟ نتيجة المنتخب البرازيلي نرشحو يفوز بسداسية نظيفة. سداسية مباشرة. محمد السادس السداسية فهمتني؟ هذه هي. شوف لا مجال للمقارنة بين المنتخبين. هذه المنتخب البرازيلي غدوة تبان اسكو عنده نية باش ولا عنده إمكانية باش يقدر يفوز، لأنه المباراة الأولى معيارية نوعا ما، وإن كان يعني تجارب سابقة علمتنا أنه يعني لا مجال للمفاجأة كما